وأنا فاكر إن ده النهاية. اكتشفت إن اللي بيحصل في غرفة 7 مجرد البداية. لقيت نفسي مرمي في نفس الغرفة لكن بدون أي أبواب أو شبابيك، كأني محبوس في فراغ. الصورة اللي كانت على المكتب اتحرقت نصها والملف اختفى، وفجأة ظهر الطفل أو الشيء اللي على شكل طفل بصوت مش طبيعي وقال: هتطلعني من هنا أو تبقى مكاني. فهمت إن أي حد بيدخل غرفة 7 روحه بتتحبس جوه ويطلع مكانه الكيان ده. صرخت وقلت: إزاي أطلعك؟ قال: احرق المستشفى كله. الجدران بدأت تتشقق وصوت صرخات بيملى المكان والحرارة بتزيد، وفجأة النور انفجر ولقيت نفسي بره المبنى لكنه كان محروق بالكامل. الشرطة قالت إن المستشفى مهجور من 50 سنة وإنه اتحرق زمان. لكن لما رجعت بيتي لقيت الصورة اللي كانت في غرفة 7 محطوطة على مكتبي. لو القصة عجبتكم اضغطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، واستنونا في قصص تانية كتير، وشكرا لمشاهدتكم.